السلام عليكم، معكم أسماء في مطبخي مع أسماء. هنعمل الطحينة الخام لوصفات بقى لرمضان، أو تحطيه على الفول في رمضان، حلو قوي وموفرة جدا. معايا هنا كوباية كبيرة من الدقيق وكوباية من السمسم، وعندي هنا طاسة هحط فيها السمسم بعد ما نقيته كويس، وهحط معاه الدقيق وهبدأ هقلبهم على النار لحد لما الدقيق يسخن معايا والسمسم برضو يسخن معايا. اهم حاجة هنا ان انا هقلبهم على النار هادية، مش نار عالية، لان النار عالية ممكن تلسع معاكي السمسم او الدقيق، فانا مش عايزة السمسم يسخن لونه يغير او الدقيق لونه يغير، انا بس عايزاهم يسخنوا بحيث ان احنا نعقم الدقيق والسمسم ونطلع منهم اي رطوبة موجودة في الدقيق او السمسم. معايا هنا دي خطوة اختيارية، معايا 10 حبات من الفول السوداني قشرهم كويس وبهقلبهم برضو دقيقة كده مع السمسم والدقيق، اقلبهم دقيقة واحدة بس وخلاص، على كده يبقى جاهز معايا. بعد ما امسك الدقيق بايدك كده وتلاقيه سخن معاكي، خلاص بترفعيه من النار على طول. هنا بقى انا طفيت النار عليهم، هبدأ ان انا هاخد شوية كده احطهم في المطحنة بتاعة التوابل، هملى نصها بس عشان اخلي المطحنة تطحنهم كويس جدا، واخليهم تطحنهم ناعم جدا وهم سخنين كده، نطحنهم على طول عشان وهم سخنين هتلاقيهم اتطحنوا معاكي ناعم جدا جدا بكل سهولة. والافضل ان احنا نطحنهم في مطحنة التوابل، بلاش الكبة، لان الكبة هتاخد معاكي وقت شوية، ممكن نعملهم في كبة مفيش مشكلة، بس المطحنة اسرع وبتخلصهم معاكي بسرعة. بعد بقى ما اخلص الكمية كلها، عايزة اقول لكم انت ممكن تحتفظي بالطحينة زي ما احنا عاملينها كده ناعمة، من غير ما تضيفي عليها اي اضافات ولا زيت ولا ميه ولا اي حاجه، بنحطها في برطمان زي ما انتوا شايفينها كده معايا، وبتقعد معاكي لحد سنه مش بيجرى لها اي حاجه، وبتطلعي منها بقى اللي هي الطحينه البودره دي اللي احنا عملناها كده. ممكن تطلعيها بقى معلقه او معلقتين على قد الاستخدام، بتضيفي بقى عليها زيت، كمون، ملح، الحاجات الاضافات التانية. تمام. فالطحينه البودره زي ما انا قلت لكم كده في المرحله دي بعد ما نطحنها في التوابل، ممكن تحتفظي بيها في برطمان مفيش اي مشكله. هنا بقى انا ضفت كوبايه من الزيت، حطيت الطحينه اللي احنا عملناها في الخلاط، وبحط عليها نص كوبايه زيت او كوبايه زيت على حسب ما انت عايزه التقل بتاعها. يعني احنا لو حطينا نص كوبايه زيت هتبقى تقيله شويه، او كوبايه زيت هتبقى اخف شويه، فانت بتتحكمي في تقل الطحينه من كميه الزيت اللي انت حطاه، فبراحتك جدا، ممكن نحط نص كوبايه او كوبايه كامله زي ما انا حطيت. تمام. وهضربها كده لمده دقيقتين 3 عشان عايزاها تنعم معايا خالص، وبعد كده بحتفظ بيها في البرطمان، وعادي جدا بحطها بره التلاجة او في التلاجة مفيش اي مشكله. وعايزه اقول لكم الفول السوداني هنا خطوه اختياريه، هو بيعزز طعم بس الطحينه، بيخلي طعمها حلو قوي وبيعزز طعمها وبيخلي فيها تقل كده حلو، بيبقى طعمها روعه. الطحينه دي بقى حلوه قوي، بتتحط على الفول في السحور كده في رمضان، او تعملي بقى منها جنب البانيه او الفراخ الكنتاكي اي حاجه. بشوفكم في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء.